طبعا هاي الهوسة اللي هنا طلعت كل المواد الغذائية اللي عندي حتى أرتبها بهذا الميز. عندي ميز قديم بلاستيك 3 طوابق، هو صغير بس النوع البلاستيك مالته كلش قوي، يعني يتحمل أطفال 24 ساعة يفتحون ويسدون بيه. فأني عندي المواد الغذائية والبهارات، التمن، الشعرية، هذين السوالف اللي استخدمهن كل يومية. طبعا خلتهن بالكاونتر، الكاونتر مالتي لونه أبيض وكوارتز، والخشب مالته هم HDF، يعني ما يتحمل أطفال يفتحون ويسدون لي 24 ساعة. بس الأم البيت اللي هي تعرف يعني شو وقت تفتحه، شلون تفتحه والسده، وهو أبيض ونازل 24 ساعة هم تنظيف. فأني جمعت كل المواد الغذائية وراح أخليهن بهذا الميز، غسلته ومسحته، وراح أحاول يعني أخليه له نايلون على مود هم ما يتأذى. بس الشي الوحيد اللي بيه واللي هو يعني مضوجني إنه هو لونه حلو، الجوانب مالته لون الرصاصي الفاتح، بس المقدمة اللي هن الأبواب لونهن هذا الأحمر الناري. فأني عندي يعني دا أفكر بأشياء اثنين، إنه لو أصبغ الأبواب وما أعرف يعني على البلاستيك راح يرهم الصبغ أو مرور الأيام يتغير لونه، أو أغلف يعني بس الأبواب على مود لونهن يعني شلون يرهم ويا المطبخ، لأن أنا المطبخ مالتي تقريبا كله لونه أبيض فيرهم وياه. فهنا هساني جمعت كل المواد الغذائية اللي أحتاجهن يوميا، يعني استخدمهن تقريبا على مدار 3 وجبات، إنه هاي أني أفتح وأسد بالكاونتر. فهنا أنا أحسن شي جمعتهن بهذا الكاونتر. هو صح بعد شلون أحسه هوسة، بس أحسن يعني من الكاونتر هنا أنا، لين خليته هواي حافظات، بس بعد مع العلم أحتاج أكثر حافظات. هنا هاي العلاقة السوداء تنرفز أكثر، تعرفون هاي من ندير بهارات بالعلب والحافظات مالتنا ويبقى الزوائد مال البهارات، فهي كل بهارات نوع باقي بهاي العلاقة السوداء. فالمهم هنا هاي كانت النتيجة النهائية، وأريد اقتراحكم أصبغه أو أغلفه. لا لا عطر مش صابون. ياقوتة
هي همين على مشيقل. زين زين. المشكلة وين نحط الوايت؟ شو تحط له؟